مات أحد شيوخ العشائر، وأرادت العشيرة تنصيب شيخ جديد لأن ابن الشيخ صغير على المشيخة، وطرحوا أسماء 5 من أبناء رجال العشيرة للمشيخة، وبعد أن اختلفوا ارتدى كل منهم البشت، وذهبوا للقاضي ومعهم الطفل الصغير ابن الشيخ المتوفى. وعندما وصلوا بيت القاضي تركوا الولد الصغير مع الغنم ودخلوا على القاضي، وبعد أن سمع القاضي كلامهم صب لكل واحد منهم فنجان قهوة، وقال لهم: أريد من كل واحد منكم أن يعيد الفنجان فارغا، بشرط ألا تشربوا القهوة ولا تسكبوها. احتار الرجال ونظر بعضهم لبعض، ولما رآهم القاضي كذلك قال لهم: شيخكم الميت هل له ولد؟ قالوا له: نعم، لكنه صغير بالعمر، وأحضرناه معنا وتركناه مع الغنم. فطلبه القاضي وأعطاه فنجان القهوة وقال له: أريد منك أن تعيد الفنجان فارغا، بشرط ألا تشرب القهوة ولا تسكبها. فوضع الطفل طرف غطاء رأسه الغترة بالفنجان إلى أن امتص القهوة كاملة، وقال للقاضي: فنجانك فارغ وقهوتك على رأسي. قال له القاضي: ما المكسب ورأس المال والخسارة؟ فقال الولد: المكسب أن تكون أحسن من أبيك، ورأس المال أن تكون مثل أبيك، أما الخسارة أن تكون أردى منه. فقال له القاضي: ما أول أمس وأمس واليوم؟ فقال الولد: أول أمس هو جدي، وأمس هو أبي، واليوم هو أنا. فقال القاضي: أعزك الله، قوموا يا رجال وخذوا شيخكم واذهبوا، إن اكتساب الخبرة أهم من المال ولبس البشوت. فالولد الصغير تربى في بيت شيخ العشيرة، وتعلم منه أشياء لم يكن يدري عنها أي من الرجال أصحاب البشوت شيئا. ولنا في قصة نبي الله يوسف عليه السلام عبرة، لأنه تربى في بيت العزيز واكتسب خبرات كثيرة، لذلك قال للملك وبكل ثقة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذا ليس كل من ملك المال وارتدى البشت صار شيخا. قال أحد الحكماء: جالس العلماء بعقلك، وجالس الأمراء بعلمك، وجالس الأصدقاء بأدبك، وجالس أهل بيتك بعطفك، وجالس السفهاء بحلمك.